انسوا بقى القلي والشوي والدخان وجربوا صينية السمك الرهيبة دي. حاجة كده عظمة بجد، ما شاء الله طعمها تحفة. ومش هتاخد معاكم اي وقت خالص، في 10 دقايق الاكل بتاعك هيكون جاهز تمام. شايفين الجمال؟ مش محتاج ان انا اتكلم خالص عن السمك، السمك بيتكلم عن نفسه بصراحة يعني. وشكل الطبق يعني حاجة كده لوحة فنية. نبدأ كده على طول ونشوف عملناها مع بعض ازاي. هنجيب كده اول حاجه معانا الكبه، ومش شرط طبعا كبه خالص يا جماعه، ممكن تستخدموا الهون وتدقوا فيه التوم والخلطه اللي احنا هنعملها عادي جدا. ضفت كده معايا توم، وعليه كده فلفل حامي وبارد، ممكن تستغنى عن الحامي براحتك خالص، وعليه كده عصير 3 ليمونات. ومعايا هنا خلطه السمك، هاخد منها معلقه كبيره لو هي متوفره عندك استخدميها. معلقه كبيره من الكمون، معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، معلقه كبيره من الملح، معلقه من البابريكا، ونبدا نخلطهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده نبدا نجهز السمك بتاعنا. طبعا السمك بتاعنا غسلاه ومظبطاه كويس جدا بالدقيق وبالليمون، وما شاء الله عايز اقول لكم زي الفل. اهم حاجه تصفيه بس ايه من ميته كويس قوي. وهنجيب سكينه معانا بالشكل ده ونبدا نعمل فيه فتحات. الفتحات دي مهمه جدا جدا عشان نحشيه كده بالخلطه ويكون متبل معانا وطعمه حلو قوي قوي. فببدا اعمل كده في كل سمكيه 3 فتحات بالشكل ده. الطريقه سهله قوي قوي، مش هتاخد معاكم اي وقت خالص. كده خلاص انا عملت السمك معايا تمام. هنبدا بقى دلوقتي كده نتبله مع بعض من جوه كده ومن الفتحات اللي احنا عملناها. الطريقه دي سهله قوي قوي يا جماعه، عايزه اقول لكم بقى ولا زيت ولا طرطشه على البوتاجاز ولا بهدله ولا اي حاجه، والطعم بجد حلو قوي قوي. واسرع وصفه للسمك ممكن تجربوها، كمان احسن من الشوي كمان. هتجربوها انا متاكده هتعجبكم. كده خلاص انا هتبل بقى كميه السمك بتاعتي كلها بنفس الطريقه عشان بس ايه ما اطولش عليكم. وبعد كده نشوف ايه الخطوه اللي احنا نعملها بعد كده. كده خلاص تبلت الكميه بتاعتي كلها، وبعد كده دلوقتي جهزت الخضار. معايا جزر مبشور، معايا فلفل اخضر رومي، معايا طماطم، فلفل اصفر، معايا بصل، فلفل حامي، وفلفل ايه الوان احمر. هنحط بقى ايه الخضار بتاعنا ده كله كده في طبق عميق عشان ايه نتبله مع بعض. هنضيف بقى كميه الخضار بتاعتنا بالشكل ده، بعد كده نشوف ايه البهارات اللي احنا هنضيفها عليها. الطريقه سهله زي ما قلت لكم، مش هتاخد معاكم وقت خالص غير وقت تقطيع الخضار بس. هضيف كده عليها اول حاجه معلقه كبيره من تتبيله السمك، عليها كده ربع كوبايه من الزيت او معلقتين كبار من الزيت، معايا كده فنجان من الخل، ملح كده معلقه صغيره، كمون معلقه، معايا برده كزبره ناشفه، وباقي خلطه السمك. يعني انا استخدمت كيس السمك، حطيت نصه كده على تتبيله السمك ونصه كده على الخضار. وهنبدا بقى نقلب بقى كله كده مع بعض ونقلبهم كويس قوي بالشكل ده. وعايزه اقول لكم بقى الريحه في المرحله دي بجد رهيبه، ريحه التتبيله تحفه، هتجربوها تنبهروا بيها بجد. اخر حاجه هنضيفها مع بعض كده هي معلقه كبيره من الصلصه. ونقلب بقى الخلطه بتاعتنا، وكده خلاص الخضار بتاعنا يعتبر جاهز معانا تمام. كل اللي هنعمله ان احنا هنجهز دلوقتي معانا صينيه فرن، ونبدا بقى ايه نرص الصينيه بتاعتنا. بدات كده احط نص الخلطه. وطبعا مش شرط خالص الصينيه اللي انا استخدمتها، استخدمي لو عندك صينيه تيفال، صينيه المونيا، اي حاجه تحطي فيها مفيش مشكله خالص. ضفت نص الخضار كده بالشكل ده، وبعد كده هنبدا نرص بقى ايه كميه السمك بتاعتنا. في المرحله دي انا شغلت الفرن معايا على اعلى درجه عندي في الفرن، على درجه حراره 220 عشان ايه يستوي معايا على طول وما ياخدش معايا وقت. هبدا اضيف كده باقي الخضار معايا بالشكل ده. الطريقه زي ما انتم شايفين كده ما خدتش معانا اي وقت خالص. وبعد ما اضيف الخضار معايا هديله بس كده ايه حوالي معلقتين كبار من الزيت. ضيف كده الزيت معانا على السمك وبرده كده على الخضار، وكده تمام جدا. مقطعه دلوقتي بقى معايا كده شرايح ليمون. هبدا دلوقتي كده اضيفها على وش السمك بالشكل ده. وكده خلاص السمك بتاعنا جاهز معانا تمام. هندخله دلوقتي معانا الفرن. اول ما يبدا ينشف كده معانا، يعني السوائل طبعا الخضار ده هيجيب ميته. اول ما يبدا ينشف معايا من تحت وخلاص اتاكد انه استوى معايا، هبدا افتح عليه الشوايه. ياخد بقى كده معانا لون ذهبي حلو، يبقى كده صينيه السمك بتاعتنا جاهزه معانا تمام. على ما يستوي بقى معانا في الفرن، هنبدا دلوقتي نجهز مع بعض ايه رز الصياديه اللي هو الاحمر. معايا كده زيت على النار، حطيت كده عليه 3 بصلات كبار، وكل ما تكتري البصل كل ما تاكلي احلى فعلا رز سمك. بيكون طعمه حلو جدا جدا كل ما يكون البصل بتاعه زياده. هنبدا نحمر البصل بتاعنا بحيث ياخد معانا اللون الذهبي. على ما يتحمر معانا البصل هنبدا نكرمل كده معانا معلقه كبيره من السكر، معلقه ممسوحه. حطيتها كده في طاسه سخنه على النار. وطبعا ما بقلبش خالص لحد الايه السكر ما يتكرمل معايا بالشكل شفتوه معايا ده. على ما السكر اتكرمل معايا كان البصل ما شاء الله اتحمر معايا وخد اللون الذهبي اللي انتم شايفينه ده. كده تمام جدا. كل اللي هضيفه دلوقتي عليه هي معلقه كبيره من الصلصه. هنشوح كده البصل مع ايه مع الصلصه بالشكل ده. اهم حاجه تشوحي الصلصه لمده دقيقه على النار. وبعد كده نضيف ليها الميه المغليه. الميه يا جماعه لازم نضيفها تكون ميه مغليه. بس قبل ما نضيف الميه المغليه هنضيف كده معانا ايه السكر اللي احنا كرملناه مع بعض. هناخد كده من البراد، انا طبعا حاطه البراد بيغلي على النار، هاخد كده منه حبه ميه سخنين نضيفهم كده على السكر اللي احنا كرملناه مع بعض لحد ما يدوب معانا بالشكل ده. وبعد كده نضيفه على البصل على طول. ما تقلقوش خالص من طعم السكر، عايزه اقول لكم بيكون طعمه حلو جدا جدا. طعم الرز ده بجد حلو قوي قوي، جربوها تنبهروا بيه. ضفت كده بقيه الميه المغليه وعليه كده ملح، فلفل اسود، كمون. وطبعا في المرحله دي بقلب وبدوق بشوف كده ايه الطعم طبعا على حسب ايه ما انا بحب. وبعد كده هنضيف ليه الرز مباشره. بالنسبه للرز اللي انا استخدمته، انا استخدمت رز بسمتي، استخدمت كده معايا نص كيلو من الرز. طبعا مش شرط خالص الرز البسمتي، استخدموا رز البلدي وطعمه بيكون احلى كمان.
بس انا بصراحه في اليوم ده ما كانش متوفر عندي رز بلدي، فاستخدمت البسمتي. شايفين شكل الرز لو اكبر؟ بجد تحفه، باذن الله تجربوها يعجبكم. ودي كده شكل صينيه السمك معانا بعد ما طلعت من الفرن، الله اكبر ريحتها قلبت الدنيا. رز خطير، صينيه السمك بجد تحفه. شايفين شكل الطبق بيتكلم عن نفسه، بجد حاجه كده وهميه. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم جدا جدا. بكده وصفتنا النهارده تكون خلصت. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. يا ريت طبعا لو عجبكم تدعموه باللايك والشير، واشوفكم على خير ان شاء الله.